السلام عليكم يا شباب، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة هاكر أخلاقي من الصفر. أنا محمد، وكل يوم بنزل لكم محتوى عن السايبر سيكيورتي والإيثيكال هاكينج. النهاردة هنعمل مقدمة حلوة ومباشرة عن لوازم الهاكر الأخلاقي، يعني الأدوات اللي لو ما عندكش منها 7 ل8 هتقعد تتعب وتدور في الضلمة. الفيديو ده هيكون زي الشنطة السحرية بتاعت أي هاكر أخلاقي مبتدئ أو متوسط. خليك معايا للآخر، هتطلع في النهاية عارف إيه اللي لازم تشتريه أو تنزله دلوقتي. يلا بينا. قبل ما ندخل في الأدوات خلينا نتفق على حاجة مهمة. الهاكر الأخلاقي الوايت هات هاكر هو الشخص اللي بياخد إذن كامل من صاحب الشركة أو الموقع عشان يجرب يخترقه، وبعد كده يقول له يا عم ده في ثغرة هنا خلي بالك. يعني مش بنسرق، مش بنبيع بيانات، مش بنعمل حاجة حرام. اللي بيعمل كده اسمه بلاك هات أو سكريبت كده، ودول بيروحوا السجن. أنا هنا بتكلم بس عن الإيثيكال هاكينج أو اللي هو شرعي 100%. طيب خلينا نبدأ بالأساسيات اللي لازم تكون موجودة عندك قبل أي حاجة. واحد، كاري لينكس وده الملك. دي مش أداة، دي نظام تشغيل كامل معمول مخصوص للهاكر الأخلاقي، فيها أكتر من 600 أداة جاهزة. لو عندك لابتوب قوي نزلها داربوت. لو مش عايز تتعب وتنزلها على الجهاز، آه، أنا شخصيا بستخدم الكالي على الفيم وير. ممكن تستخدم الفيم وير أو الفيرتوال ماشين، عموما أي فيرتوال ماشين في الفيرتوال بوكس، وأنا بستخدم الفيم وير. تاني أداة هي الإنماب أو النتورك مابر، الأداة اللي بتقول لك مين موجود في الشبكة أو إيه أو أي منافذ مفتوحة، والكود اللي هيظهر قدامك على الشاشة ده مثال ليها. ده هيعرفك إصدار الخدمة ونوع الجهاز اللي في ثواني. لازم تتعلم أوامر الإنماب زي ما بتتعلم تاكل. تالت أداة هي الواير شارك، دي المحقق الخاص بتاع الشبكة. بيصطاد كل باكت بيمر في الشبكة، وبتشوف الباسوردات اللي مش مشفرة، بتشوف ال HTTP requests وكل حاجة. أول ما تفتحه هتحس إنك جاسوس حقيقي. بعد كده الأداة الرابعة الميتاسبلويت فريم ورك، دي زي الصاروخ النووي بس للإيثيكال هاكينج، فيها آلاف الإكسبلويتس الجاهزة. لو لقيت ثغرة في إنماب بتروح على الميتاسبلويت وتجرب إكسبلويت جاهزة في ثواني. خامس أداة هي البارب سايت أو الكوميونتي أو برو. آه، دي أهم أداة في حياتك لو بتحب الويب هاكينج. بتشتغل بروكسي، بتقدر تعدل الريكوستز، بتعمل ريبيتر، انتريدر، سكينر. بارب من ثغرات الويب بتكشف ب90%. تالت أداة معانا هي الريور هاشكات. ديّة الريبر دي للCPU، الهاشكات للGPU. أسرع بمليون مرّة طبعًا. لو لقيت الهاش دول اللي هيكسروها لك. الهاشكات زائد الRTX 4090 بتساوي كسر باسورد 8 حروف في ثواني. تامن أداة هي الOWASP، آآ وديّة للBARB بديل مجاني 100% ممتاز للمبتدئين، وفيه automated scanner حلو أوي. بعد كده تاسع أداة معانا هي الHydra. وهو brute force tool، ودي بيجرّب باسوردات على أي بروتوكول، أيًا كان البروتوكول إيه SSH أو FTP أو HTTP. 10 أداة معانا هي الIDA free. لو بتحب الreverse engineering أو الهندسة العكسية، دول بيفكوا البرامج ويورّوا لك الكود المصدري.
لو هتبدأ دلوقتي ابدأ كده: كالينكس زائد انماب زائد وايرد زائد بارب سايت. دول الأربعة لو اتعلمتهم كويس هتكون قادر تدخل أي بوينتي أو وظيفة penetration tester. النهاردة اتكلمنا عن أهم لوازم الهاكر الأخلاقي، ولو عايز فيديوهات عملية على كل أداة بالتفصيل قولي في الكومنتات. أي أداة نسيتها أو عايز أعمل عليها فيديو اكتبها تحت. لو أول مرة تشوف القناة اعمل لايك واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.